اليوم وصلنا للنقطه اللي كلشي تيتسناها، واللي هي شنو خاصني ناكل الا عندي تكيس المبايض. كيف ما شفنا تكيس المبايض هو حمل اللي غادي نبقى هازاه معايا حياتي كامله. الا ما غيرتش النمط ديال العيش ديالي ما غاديش نقدر نتحكم فيه ولا نتغلب عليه. اليوم غادي نهضروا على اول تغيير، هو التغيير في التغذيه ديالنا. الماكله ماشي غير وسيله باش نعمروا كرشنا، ولكنها وسيله ايضا ديال العلاج وديال التشافي باذن الله، وخصوصا في تكيس المبايض. علاش الماكله ديالنا تتلعب دور كبير في تكيس المبايض؟ كيف ما شفنا في الفيديوهات السابقه، تكيس المبايض ماشي غير مشكل في المبايض وصافي، ولكنه متلازمه تتاثر على الجسم كامل. كتخلي الجسم يقاوم الانسولين، الشيء اللي تعطينا صعوبه في فقدان الوزن والجوع الدائم. كتخلي الاندروجينات ولا كتزيد في الافراز ديال الاندروجينات، الشيء اللي تعطينا حب الشباب والشعر الزائد، وتزيد من الالتهاب، الشيء اللي تعطينا العياء والتعب المزمن. المشكله اللي كاينه هي ان الماكله اللي تناكلو كتزيد تاثر ولا تفاقم المشكل ديال تكيس المبايض، لان الماكله ديالنا عندها تاثير على هذوك الثلاثه ديال الميكانيزمات ديال تكيس المبايض بالسلب او بالايجاب. يعني بالدارجه، من تكون الماكله مرونه راه الاعراض تتفاقموا، ومني كتكون الماكله مقاده راه الاعراض تنزلوا للارض وتتكمعوا. الخلاصه ديال هذه الهضره اللي قلت، الا عندك تكيس المبايض خاص الماكله ديالك تكون تتحارب مقاومه الانسولين، خاصها تكون مضاده للالتهاب، وخاصها تساعد على توازن الهرمونات الذكوريه ديالك. اول حاجه غنهضر عليها هي التوازن ديال الطبق ديالنا. المعنى باين، كلنا عارفين الطبق المتوازن ديالنا وكلنا فهمنا التقسيمه ديالو، ولكن ما فيها باس نعاود نذكركم. المبدا سهل، النص ديال الطبق خاصو يكون خضر، يا خضراء يا طايبه. الربع ديال الطبق خاصو يكون بروتين اللي تخصو يشكل ما بين 30 حتى ل 35% من الطاقه الاجماليه ديال الطبق. والسكريات ولا الكربوهيدرات في الربع الاخير اللي تخصها تكون كربوهيدرات صحيه، للمؤشر الجليسيمي ديالها خاصو يكون طايح. الكربوهيدرات خاصها تشكل ما بين 25 حتى 30% من الطاقه الاجماليه ديال الطبق ديالك. والوسط ديال الطبق المتوازن ديالنا عندنا الدهون الصحيه اللي كتشكل ما بين 35 حتى ل 40% ديال الطاقه الاجماليه ديال الطبق ديالك. هاد التوازن اللي كنهضر عليه هو اللي تيعتمد عليه نظام تنقيط نوتريلوب باش تينقط الوصفات ديالنا. من بين المعايير اللي تعتمد عليهم نظام تنقيط نوتريلوب هو توازن الاوميغا 3 اوميغا 6 والاوميغا 9. علاش هذا التوازن مهم؟ لان الماكله ديالنا كتكون غنيه بالاوميغا 6 واللي تيكونوا محفزين للالتهاب، وكتكون قليله من الاوميغا 3 اللي هما تعتبروا مضادات للالتهاب. التوازن اللي عندنا دابا ما بين الاوميغا 6 واوميغا 3 في الماكله ديالنا العاديه هو ما بين 20 واحد وكثر. اما التوازن اللي خاصو يكون هو 4-1، يعني 4 ديال الاوميغا 6 مقابل 1 ديال الاوميغا 3. كل ما كان هذا التوازن مضبوط كل ما راك تضفي العافيه ديال الالتهاب. تكيس المبايض خاص تقول لي الاوميغا 6 فين كاينه؟ الاوميغا 6 كاينه في المقليات، كاينه في الزيوت النباتيه، كاينه في المارغرين وغيرهم. والاوميغا 3 كاينه في السردين، كاينه في الشرن، كاينه في ذرات الكتان وبذور الشيا وغيرهم. دابا غنهضر على الالوان اللي خاصها تكون في الطبق المتوازن ديالي. علاش الالوان؟ لان كل لون تعطيني فيتامينات ومعادن اللي هما خاصين به، وكل ما كانوا عندي الوان مختلفه في الطبق المتوازن ديالي كل ما كانت عندي انواع مختلفه من الفيتامينات والمعادن اللي الجسم ديالي عطل عليها. وهذه هي لا ميكرو نوتريسيون، مهم بزاف باش انك تركز عليها باش توازن الطبق ديالك وتوازن هرموناتك والصحه ديالك. هضرنا على التقسيمه ديال الطبق ديالنا من ناحيه الكم ومن ناحيه الكيف ومن ناحيه التنوع او لا فاريتي. دابا غادي نشوفوا شنو هما المكونات اللي صالحين والمكونات اللي ما صالحنيش ناكلهم. غنبداو باللي صالحيننا. الخضره بجميع انواعها واشكالها هي غنيه عن التعريف. عندنا الفواكه الحمراء والفواكه اللي المؤشر الجليسيمي ديالها شويه منخفض، ولكن دائما غادي ناخذوها في النطاق المعقول. البروتينات عندنا البيض البلدي، الدجاج البلدي واللحم المعيز على ود الهرمونات. عندنا الحوت الصغير بحال السردين والشرن. الكربوهيدرات الكامله اللي المؤشر الجليسيمي ديالها تيكون شويه طايح بحال الارز الكامل، بحال الكينوا، بحال التطحلوه وغيرهم. الدهون الصحيه بحال لافوكا، زيت البلديه، زيت ديال الكولزا، بذور الكتان، الشيا، اللوز، الكوز، هادو كلهم فيهم دهون صحيه. وخاصنا نتفاداو السكر
او المصادر ديالو سواء كان بيض او غيره. المهم اي حاجه كترفع لنا النسبه ديال السكر وكتحسد الانسولين. خاصنا نتفاداو المقليات وخاصنا نتفاداو المعجنات وغيرهم. هذا مثال ديال قائمه الوجبات ديال نهار متوازن الا عندك تكيس المبايض. يمكننا نبداو بشرب ماء ولا شاي بالاعشاب. الفطور ديالنا يمكننا نديرو بودينغ ديال الشيا. في الغداء عندك الصح المتوازن ديالك، في العشيه وجبه خفيفه مكسرات مع فواكه حمراء. وفي العشاء يمكن لك دير شوربه بالخضار او السمك. وفي الليل قبل ما تنعس يمكن لك تشرب شاي بالاعشاب. نتمنى هاد قائمه الوجبات تعاونك باش تبداي ان شاء الله. دابا غادي نهضروا على التوقيت ديال الماكله وعلى الصيام المتقطع تكيس المبايض. بالنسبه لتكيس المبايض الصيام المتقطع تينفع بعض النساء وتيضر البعض منهم. المهم هو انك تعرفي ذاتك وتعرفي شنو تيوالمك. يمكن لك تبداي ب 12 ساعه ديال الصيام و 12 ساعه ديال الفطور وتبقاي تزيدي شويه بشويه حتى تحسي ولا تجبري النظام اللي غادي يوالمك. ولكن من الاحسن ما خاصكش تفوتي 16 ساعه ديال الصيام و8 ساعات ديال الفطور باش الجسم ديالك يبقى مرتاح. غنعطيك مثال ديال نهار ولا قائمه الوجبات ديال نهار بالصيام المتقطع. هاد الصيام المتقطع اللي اختاريت هاد النهار هو 14 ساعه ديال الصيام و10 ديال الساعات ديال الماكله. غادي تبداي النهار ديالك مع 8 ديال الصباح غادي تشربي ماء وشاي بالاعشاب. مع 10 غادي تبداي الماكله، غادي تفطري بودينغ ديال الشيا. مع 2 وقت ديال الغداء غادي تغداي بالطبق المتوازن ديالك. مع 5 ديال العشيه غادي ديري وجبه خفيفه. هنا درت لك كريات ديال الطاقه اللي يكونوا متوازنين بيان سور. والعشاء مع 7 ديال العشيه شوربه ديال الخضار. 8 ديال الليل غتحبسي الماكله وغادي تبداي تشربي شاي بالاعشاب والماء. جربيه وشوفي الجسم ديالك كيفاش غادي يستجب. في تكيس المبايض الجسم ديالك تيصيفط لك رسائل وباغيك تفهميهم. سمعيه، حسي بيه وعاونيه. الا بغيتي تسترجعي صحتك وعافيتك. تابعني للمزيد مع دوك منى.